ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 حبايب قلب سيزر، يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. عاملين ايه؟ كويسين؟ اليوتيوب يعني ايه اليوتيوب؟ اليوتيوب منصة بيبقى فيها حد بيقدم محتوى وفيها جمهور للشخص اللي بيقدم المحتوى ده. كل اللي بيقدموا محتوى بيستخدموا اليوتيوب غلط. امال ايه الاستخدام الصح؟ سيزر يقول لك الاستخدام الصح لليوتيوب. خليكم معانا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. عايزين نفهم ازاي الناس بتستخدم اليوتيوب غلط. الاستخدام الصحيح لليوتيوب ان اي حد بيقدم محتوى بيفيد الناس وبيستفيد، يبقى زي ما بيستفيد يفيد الناس، بس هما بيستغلوا الاحداث الجارية واللي بتطلع ترند عشان يركبوا الترند. هما اللي بيستفادوا استفادة اكبر من الجمهور. انا حبيت اغير كل الواقع ده وانزل بفكر جديد. مش بس كده، لا، انا هفيدك في الدنيا وفي الاخرة. ادينا عايشين بنعلم بعض وبنتعلم من المواقف اللي بتحصل. طيب ازاي نستفاد من اليوتيوب؟ اي حد بيقدم محتوى بيستفيد وبيفيد، واللي يقول غير كده يبقى غلطان. الاستفادة الصح ازاي من اليوتيوب؟ ان انت طالما بتقدم محتوى بتستفاد من الاعلانات اللي بتنزل وبتفيد جمهورك. اي حد المفروض يعمل جوائز للجمهور، صح يا خليفة؟ صح يا سيزر مصر. طيب في حد بيعمل جوائز؟ في يا سيدي الناس. بيعملها كل قد ايه يا خليفة؟ كل ما دماغه تجيب وكل فين. كل فين وفين. وفي ناس عودتنا ان في فصل الشتاء بتنزل وتعمل خير وتوزع بطاطين عشان تحفز الناس ان هي تعمل خير. واللي يقول لك ان انت تفرج الناس على الخير اللي بتعمله ده غلط يبقى ما بيفهمش. لا، لازم توري الناس الخير اللي انت بتعمله، ما ينفعش تخفيه. دي اول حاجة. تاني حاجة، جه على اليوتيوبرات دي فترة بعد ما عودوا جمهورهم ان هم يشوفوا منهم حاجات معينة بطلوا يعملوها، بقوا يعلوا على بعض. انا نزلت بقى اعلم على كل اليوتيوبرات. هتقولي ازاي؟ زي السكر في الشاي. لا يا خليفة، مش زي السكر في الشاي. انت دايما تقف كده خليفة عشان عارف ان المصريين بيحبوا الافيهات. يعني يا لئيم يا ابن اللئيم. انا لئيم يا اظبط سيزر. يا خليفة. انت هتظبط كل الناس. هنعلم ازاي؟ نص ارباح قناة سيزر مصر لجمهور القناة. طبعا احنا لسه ما فعلناش الربح. لما نفعل نص ارباح القناة دي لجمهور القناة. طيب ما فعلناش، هيبقى في كل فيديو سؤال انت هتجاوب عليه. هيبتدي من 1/8. هيبقى في سؤال كل حلقة، كل لما تجاوب عليه هتكسب جوائز نقدية وممكن جوائز تانية، منتجات مثلا من متجر سيزر اللي برضه هيبتدي 1/8. فكده كده احنا مش مستنيين ربح، مش هنقف على الربح. يبقى اصبح ان الجمهور اللي بيروح قنوات تانية ما بيستفادش، واصبح اليوتيوبر اللي بيجي ما بيفيدش الناس بجوائز وارباح برضه ما بيستفادش. هتقولي لا بيستفاد. لا، ما بيستفادش، لان ما فيش حاجة دايما. هو مش في قنوات وصلت ل6 مليون و8 مليون وفجأة ما لقيتهاش؟ وفي قنوات فجأة توقف من عليها الربح.
يبقى مفيش حاجة دايما. يبقى أصبح هنا إن الجمهور لازم يفكر صح ويروح للقناة اللي هتفيده، سواء في الحياة، سواء في الجوائز، سواء في المكافآت، سواء في أي صورة. صح كده؟ يبقى احنا قررنا في أول حلقة من برنامج سيزر اللي علم عليا. ايوه فعلا سيزر اللي علم عليا. ان انا سيزر انزل اعلم على اليوتيوبرات كلها، وده الجزء الاول من الحلقة. ان نص ارباح القناة دي هتبقى لجمهور القناة، ومن 1/8 انا مش مستني ان انا افعل ربح. من 1/8 هيكون في جوائز نقدية وجوائز من منتجات من متجر سيزر. حبايب قلب سيزر، انا ما حبيتش اطول عليكم، دي كانت اول حلقة. رسالة مني لأي يوتيوبر، يا ريت تعمل جوائز باستمرار، وزي ما بتستفاد تفيد جمهورك. جمهورك اللي بيخش يتابعك من حقه يستفاد، لأن هو بيتابعك، ومسؤوليتك تجاهه إن أنت تعمل مسابقات وجوائز باستمرار. حبايب قلب سيزر، استنونا في فيديو جاي، والفيديو اللي جاي هيكون برومو لحاجة هترحم وهتفيد ناس كتير. انا مش هقول لكم عليها، استنوا البرومو، وبعد البرومو هتنزل الحلقة. حبايب قلب سيزر، كان معاكم سيزر مصر. استنونا يوم 1/8 في الدمار الشامل على قناة متجر سيزر. هسيب لكم القناة تحت في الديسكريبشن، وهسيب لكم كل مواقع وحسابات المتجر تحت في الوصف. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، عشان من 1/8 في دمار شامل. أشوفكم بخير، يلا سلام.